احمد جعفر كان من هداف نادي الزمالك هذا الموسم، وكان من احد المهاجمين اللي اعتمد عليهم الجهاز الفني السابق بقياده الكابتن حسن شحاته في الفتره كابتن حسام حسن عفوا في الفتره الاخيره. معنا على الهاتف كابتن احمد جعفر. كابتن احمد جعفر، مساء الخير. مساء الخير كابتن محمد. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ صوتك بعيد قوي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كابتن جعفر، عايز اعرف تعليقك على تغيير الجهاز الفني. انت كلاعب في نادي الزمالك كنت متوقع هذا القرار؟ كنت منتظره مثلا، لمحته، ولا كان بالنسبه لك مفاجئ يعني؟ لا والله هو كان مفاجئ، لان هو طبعا الفتره اللي فاتت كلها كان بتلمح ان الكابتن حسام هيجدد، حتى كانت مفاجاه للناس كلها طبعا. انت عرفت يوم الثلاث زيك زي كل الناس؟ انا عرفت امبارح بالليل يعني. فطبعا انا بشكر الجهاز الفني طبعا، وبتمنى له التوفيق في اي حته طبعا يمسكوها. طبعا كابتن حسام مدرب كبير، وبتمنى له التوفيق طبعا. الجهاز الفني معاه جهاز فني محترم وعلى اعلى مستوى، وبتمنى لهم التوفيق دايما في اي نادي يا رب يمسكوه ان شاء الله. طب جعفر، يعني من ضمن الحاجات اللي بتتقال انه المعامله السيئه لبعض اللاعبين من الجهاز الفني السابق كان لها دور مهم جدا في الاطاحه بجهاز الكابتن حسام حسن، يعني صحه هذه المعلومات ودقتها يعني؟ لا والله هو بص يا محمد، هو مفيش مدرب هيجي طبعا. طبيعي اي مدرب هيجي هيظلم ناس ومش هيظلم ناس، لان دي كوره. طبيعي اي مدرب هيجي لو جابوا حتى اعظم مدرب في العالم، نادي الزمالك او اي نادي عامه، ففي لعيبه بتقعد وفي لعيبه بتلعب. فدي طبيعه الكوره في العالم كله. بس انا كابتن حسام طبعا اكيد هو راجل عنده روح وعنده حماس طبعا، كان نفسه يعمل حاجه للنادي وكده. بس يمكن يعني ربنا ما كانش كاتب لنا السنه دي الدوري وكده. وطبعا زي ما قلت لحضرتك انا بتمنى له التوفيق دايما، والجهاز الفني معاه جهاز محترم على اعلى مستوى. لكن كابتن حسام طبعا والله يعني يمكن ما اساءش لحد، اعتقد يمكن باي شكل من الاشكال وكده. هي كل الحكايه ان هو راجل عنده روح وعنده طموح ونفسه يعمله كده، بس هو ربنا ما كانش موفقه طبعا، وما كانش موفق اللعيبه، وما كانش موفق النادي كله عامه يعني. وسنه ضاعت، يمكن سنه ضاعت علينا كده. يمكن حزين جدا على ضياع السنه دي، لان احنا تعبنا فيها بشكل كبير جدا طبعا، وبتضيع في خلال اسبوعين. دي حاجه صعبه جدا طبعا على اي لعيب وعلى اي مدرب وعلى اي نادي طبعا، وعلى جمهور الزمالك خاصه طبعا. وانا بحمد ربنا وبشكر الفضل طبعا، لانه هو ربنا رايد سبحانه وتعالى. وان شاء الله باذن الله انا شايف السنه الجايه تبقى افضل باذن الله، لان احنا طبعا اكيد لما نافسنا على البطوله بشكل كبير لحد اخر نفس في البطوله وكده، اكيد هتضيف لنا بشكل كبير جدا السنه الجايه، ان احنا لما ننافس تاني مش هنفرط فيها بالسهوله دي يعني، ان شاء الله باذن الله. جعفر، يعني الكابتن حسن شحاته بعد ان تولى المهمه، هل حاولت تكلمه في التليفون مثلا، يبقى في اتصال بينك وبينه؟ لا والله انا اصلا في البلد وكده، فمسافر يعني وكده، فلسه والله ما كنتش اعرف غير امبارح. طبعا انا برحب بالكابتن حسن شحاته طبعا، مدرب كبير ومدرب منتخب مصر، وراجل عظيم طبعا، وراجل صاحب فضل كبير على مصر كلها طبعا، راجل جاب بطولات كبيره جدا لمصر، وانا برحب بيه وبتمنى له التوفيق طبعا معانا مع نادي الزمالك وكده. وان شاء الله باذن الله يقدر يحقق للجمهور اللي هو عايزه باذن الله، وربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله. يعني وانت كنت في قمه مستواك لم تكن تنضم للمنتخب مع الكابتن حسن شحاته، ايه اللي ممكن تعمله عشان تقنع الكابتن حسن شحاته بادائك اكيد وهو مدير فني حاليا عليك في نادي الزمالك؟ لا طبعا السنه الجايه هتختلف بشكل كبير يا كابتن محمد طبعا، وان شاء الله باذن الله الواحد يقدر طبعا يقدم اعلى من كده كمان السنه دي، ويقدر يعني يقنع الناس كلها الحمد لله بفضل الله. انا راجل الحمد لله اخر سنتين من الزمالك يمكن انا جايب حوالي 24 جون او 25 جون في سنتين مع نادي الزمالك وكده. فانا ان كان انا راضي عن ادائي وكده الفتره اللي فاتت الحمد لله، سنتين قدم في نادي الزمالك، ويمكن احد هدافين الفرقه الحمد لله رب العالمين. جعفر، انا عايزك تتعود تكون رجل اعلامي، لان انت مجتهد جدا. انا ماليش لا خد بالك، انت مهاجم مجتهد جدا وبتحرز اهداف كثيره جدا، لكن دايما الناس مش حاسه، يعني لازم انت برضه في تعمل نوع من الحراك. هي حته الاعلام فعلا بعيده عني شويه وكده، بس انت عارف ان انا راجل مش اعلامي. يمكن حضرتك كذا مره طلبتني في البرنامج، وانا طبعا عمرو طبعا كان كذا مره طلبني وكده، بس انا طبعا ما كنتش حابب الظهور بشكل كتير يعني في الاعلام وكده. بس طبعا ده شرف لي ان اكون مع حضرتك طبعا، وان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه باذن الله هنتفق تبقى معانا ان شاء الله، لان انت الحقيقه مستواك جيد جدا هذا الموسم، ونتمنى لك التوفيق. احمد جعفر في الفتره المقبله تحت قياده الكابتن حسن شحاته. معي على الهاتف